كان يوسف رجلا بسيطا يعمل بجد ليؤمن حياة كريمة لزوجته ليل التي أحبها منذ أيام الجامعة. تزوج بعد قصة حب طويلة، لكن ما لم يكن يعلمه أن قلبها لم يكن له وحده. ليلى كانت ذكية جميلة، ولكنها أيضا كانت تنظر للحياة من منظور مختلف. كانت تريد المغامرة، الإثارة، والشيء الذي افتقدته بعد الزواج. بدأت القصة برسالة على انستغرام من شخص يدعى رامي، زميل قديم من المدرسة. كان وسيما لبقا ويجيد قول ما تود أي امرأة سماعه. تحولت الرسائل إلى مكالمات، والمكالمات إلى لقاءات في الخفاء. كل يوم كان يوسف يذهب للعمل ويظن أن بيته آمن. لم يكن يدري أن رجلا آخر بدأ يتردد على منزله، على سريره، في حياته، دون أن يشعر. كانت ليلى تبرر تأخرها بالخروج مع صديقاتها أو ببعض الأعذار المكررة، بينما كانت تخفي مشاعر ملتهبة تعيشها مع عشيقها رامي. وفي أحد الأيام عاد يوسف مبكرا من العمل بسبب عطل في المصنع. دخل البيت بهدوء، فسمع ضحكات مكتومة من غرفة النوم. اقترب ودخل، وتجمدت اللحظة. رامي كان هناك عاريا، وليلى كذلك. لم يصرخ يوسف، لم يجن، فقط نظر إليهما وخرج دون كلمة. بعد أيام قليلة وصلت ليلى أوراق الطلاق، لكن القصة لم تنته. فالحياة لا ترحم من يخون ثقة من أحب بصدق. بعد أن خرج يوسف من البيت في تلك الليلة المشؤومة، لم يتكلم، لم يواجه، لم يصرخ، لكنه في داخله كان يخطط، لا للانتقام العنيف، بل لضربة لن تنساها ليلى طوال حياتها. بدأ أولا بسحب كل أمواله من الحساب المشترك، ثم نقل ملكية البيت الذي اشتراه قبل الزواج إلى اسم والدته. بعدها قدم أوراق الطلاق وطلب الحضانة لأطفالهما، وقد كسبها بسهولة لأن ليلى لم تكن فقط خائنة، بل غير مستقرة أمام المحكمة. ليلى ظنت أن رامي سيكون البديل المناسب، لكنه ما إن عرف أنها أصبحت بلا بيت، بلا مال، وبلا احترام، حتى اختفى من حياتها كما جاء. لم يكن يحبها،